معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن ماتش الأهلي والزمالك في الدوري المصري واللي انتهت بفوز النادي الأهلي 3-0. سجلهم محمود كهربا هدف ومحمد شريف هدفين بعد نزوله بديلا لمحمود كهربا ذات نفسه. وهتكلم عن حقيقة ظهوري على شاشة قناة اون تايم سبورت مع المراسل محمد طه، واللي هو الحقيقة راجل متواضع جدا جدا جدا، أعلى من الوصف بكتير يعني. وهتكلم برضو عن هل فيديو الاهلي والمصري اللي فات كان اخر فيديو ليا على القناة، وحصلت حاجة من عند ربنا خلتني اكمل اعمل فيديوهات تاني. فاهم حاجة؟ اللي انت تنزل دلوقتي تحط اللايك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، واتمنى بقى اللي انت تشير بقى في كل مكان وتعمل الواجب. وهنتكلم بقى عن مباراة الاهلي والزمالك، بعدها هندردش بقى شوية الدردشة اللي احنا قلناها ديت. فخلينا الاول في ماتش الاهلي والزمالك. والحقيقة اللي هو ماتش لو احنا هنقسمه للشوط الاول والشوط التاني، فهو الشوط الاول كان شوط مفهوش حاجة تتقال، شوط فقير تكتيكيا، شوط مفهوش حاجة خالص. اللعب كله كان من بطء او اللعب بناء الهجمة البطيء للنادي الاهلي، وان هو ما كانش عايز يستغل حاجة. النادي الاهلي مارسيل كولر كان نازل عايز يقتل المباراة، ومارسيل كولر ما كانش نازل عايز يسجل هدف او ما كانش عايز يدخل نادي الزمالك في المباراة. انما مارسيل كولر اصلا هتلاقيه في كل المباريات من ساعة لما مسك النادي الاهلي هتلاقيه نازل هيبقى هدفه ان هو يسجل هدف في الشوط الاول او في اول ربع ساعة، واللي هي غالبا هتلاقيه الهدف بيجي من اول دقيقة 15 لدقيقة 25. هتلاقيه في الوقت ده، هتلاقيه في الوقت دوت على طول النادي الاهلي بيسجل هدف يعني مبكر. فليه الاهلي بيسجل؟ ليه مارسيل كولر بيبقى مدي تعليمات لعيبته عن ضرورة التسجيل هدف مبكر؟ ان هو بيخلي اللعيبة بقى تبقى ثقتها في نفسها عالية، وان اللعيبة تلعب السهل، وان هو بقى ما يبقاش تحت ضغط المباراة وما يخليش المنافس هو اللي يتحكم فيه. فلو احنا شفنا الماتشات اللي فاتت مثلا زي ماتش المصري، الاهلي ما قدرش يسجل هدف مبكر او ما قدرش يسجل هدف اصلا في المباراة. فخلى لعلمكم الفيديو دوت كده من غير مونتاج لان انا تعبان، والاسباب في تاخير الفيديوهات اللي انا بعملها هي اللي انا بتعب جامد قوي في المونتاج وكده. فدوت ورقه يعني كاتب فيها السكريبت يعني اللي انا هقول منه، يعني نقط كده يعني. فخلينا نرجع للنقطه ان النادي الاهلي ما قدرش يسجل في مباراه المصري. فلما ما قدرش يسجل في مباراه المصري شفنا المصري بيروح بفرص خطيره من الكابتن حسام حسن. والحقيقه انا كنت عايز اشوف النادي الاهلي هيعمل ايه في ماتش نادي المصري، خصوصا النادي المصري لعب بخمسة مدافعين. فانا كنت عايز اشوف مارسيل كولر طريقته هتبقى ايه قدام الخمسة المدافعين، اللي هي طريقة ال5-3-2 او ال5-2-3 على اختلاف الهجمة زي ما احنا ما قلنا. بس الشوط الاول يعني ايه؟ هل هنطرح ليه سؤال او للمباراة او عموما على نادي الزمالك، هل فيريرا يستحق الرحيل ام البقاء؟ الحقيقة بعض الجمهور هينقسم لقسمين. قسم بيقول خلاص بقى ما قدرش يعمل حاجة مع نادي الزمالك الفترة اللي فاتت، والأداء سيء ومفيش شغل تكتيكي هو بيعمله، والحقيقة هو دوت اللي بيحصل. والقرار التاني اللي يقول إن استمرار فيريرا مع نادي الزمالك. الحقيقة أنا مع استمرار فيريرا في نادي الزمالك. ليه؟ لأكتر من سبب. أولهم أيوة في تراجع، في سوء أداء، مفيش شغل تكتيكي. بس أي فريق بيمر بالمشكلة ديت سواء كان انهي فريق او تحت قيادة انهي مدرب. فانت شايف دلوقتي مانشستر سيتي عامل ازاي، وشايف ليفربول ذات نفسه عامل ازاي دلوقتي، وشفت برشلونة كان عامل ازاي وبقى عامل ازاي دلوقتي، وشفت ريال مدريد كان عامل ازاي وبقى عامل ازاي دلوقتي. فاللي هي المشكلة اللي هي بتاعت نقطة تراجع مستوى اللعيبة وسوء النتائج وكده بتحصل مع اي فريق في اي مكان في العالم مهما كان اسمه. ده غير كده ان هو يعتبر لسه ما خسرش حاجه. هو كل اللي خسره ان هو طلع من كاس مصر الموسم اللي فات، مش كاس مصر الجديد اللي هو بتاع الموسم اللي احنا فيه ده، علشان احنا يعني بقى بنأجل كاسات مصر كده بنلعبهم لوكشة كده مع بعضيهم. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ ان نادي الزمالك مع فيريرا لسه بينافس على بطولة الدوري المصري. ده غير ان النادي الاهلي لسه هيروح يلعب كاس عالم الاندية ويرجع يلعب دوري ابطال افريقيا. فالزمالك بيستغل اصلا ان النادي الاهلي مش مركز في الدوري المصري ويكسب مبارياته في الدوري المصري ويعادل نقاط النادي الاهلي ويتخطاه، وتبقى الازمة دلوقتي على النادي الاهلي اللي هو عايز يرجع للصدارة ويكسب الدوري زي ما كسب في السنتين اللي فاتوا.
هي مشكلة ان النادي الاهلي اصلا مش يعني نازل الموسم دوت مش هيفرط لك في الدوري المصري. النادي الاهلي نازل هدفه ان هو يكسب الدوري المصري، علشان خسر الموسمين اللي فاتوا بالذات يعني. انما الطبيعي ان النادي الاهلي مش بيبقى نازل عامل بداية الموسم مش بيبقى هدفه الحاسم اللي هو لازم أن يحصل اللي هو الفوز ببطولة الدوري، وانما الفوز ببطولة دوري ابطال افريقيا. فديت نقطة. نادي الزمالك لسه عنده كاس مصر الجديد هينافس عليه، لسه عنده دوري ابطال افريقيا المفروض ينافس عليه. فانت هل انت هتقدر تجيب مدير فني جديد لسه ما يعرفش اللعيبة ما تقدرش تحاسبه؟ المدير الفني يقول لك انا ما عملتش صفقات، لان انت خلاص سوق الانتقالات الشتوية قرب ينتهي. هيقول لك انا ما عملتش صفقات، ما تحاسبنيش انا اللعيبة ما اعرفهاش. فانت في نص موسم الافضل ان انت تكمل مع فيريرا، حتى لو انت هتكمل يعني ما تعملش مثلا مع النادي الاهلي زي ما عمل مع سواريش. مش عارف موسيماني مشي تقريبا في نص الموسم وجاب سواريش. المفروض ان الكل قال ايه؟ ان سواريش دوت مدرب عنده فكر، مدرب لسه صغير، مدرب عنده مستقبل. بس الكلام ده كده كله ايه؟ راح على بلوشي في الاخر. سواريش اللي هو ريكاردو سواريش اللي هو البرتغالي جه النادي الاهلي، خسر وخرج من كاس مصر، واللي هو الزمالك كسبه من ماتش النهائي بتاع كاس مصر اللي فريرا كسب الموسم اللي فات، اللي فريرا كسب النادي الاهلي فيه مش عارف تقريبا 2-1 تقريبا، كان حسام حسن هو اللي جاب الجون بتاع النادي الاهلي. فما تعملش الدوامة اللي هي انت ممكن تطلع منها لو فيريرا كمل مع نادي الزمالك والموسم لسه ما خلصش، انت لسه بتنافس على بطولة الدوري. انت مش معنى سوء النتائج اللي انت عملتها في بطولة الدوري ومش عارف فرق تقريبا 7 او 8 نقط ان هو الفرق الكبير، والفرق اللي بعدك وخلاص ما بقتش تكسب، خلاص مش هتكسب بطولة الدوري المصري. لا، انت معاك الوقت ومعاك الجودة ان انت تعمل كده. ده غير ان الحقيقة فيريرا فعلا عنده مشاكل تكتيكية في نادي الزمالك. يعني الحقيقة انا الماتشات اللي فاتت في نادي الزمالك مش عارف، يعني عمال ادور على لعبة تكتيكية فيريرا محفظها للاعيبته. هل مثلا انت عندك اللاعب اللي انت وانت خسران او انت وانت عايز متعادل وعايز تنزل لاعب من على الدكة يغير لك النتيجة ويحول لك النتيجة لصالحك او يسجل هدف الفوز في البلاس 90 زي ما النادي الاهلي ما بيعمل؟ ايوه ماشي، هتقولي حصلت مش عارف من يوسف اسامة نبيه من ماتشين 3 تقريبا، مش فاكر الزمالك كان بيلعب مين ساعتها. بس المشكلة عندك هنا ان انت دلوقتي ما عندكش الدكة الكبيرة. انت كمدير فني ايه هي طريقة اللعب اللي انت نازل اصلا في الاساس قبل المباراة قايل للعيبتك احنا هنعمل 1 2 3؟ ماشي، الركن اللي هي الركلات الثابتة والركنيات هي مصدر الخطورة الوحيد من نادي الزمالك اللي حصل على النادي الاهلي. ده غير ده التسديدة اللي شاطها اللهم صل على النبي دونجا عليه الصلاة والسلام. يعني هو دونجا بس المصدر الخطورة في نادي الزمالك في المباراة كلها. تسديدة دونجا اللي هي كانت تسديدة مميزة، تسديدة رائعة، وتعامل معاها محمد الشناوي برضو تعامل رائع وطلعها ركنية. فهل انت مصدر الخطورة الوحيد بالنسبة لك في كنادي زمالك ان انت تبقى معتمد على الركنيات او على الكرات الثابتة، وانت عارف ان انت هتلاعب النادي الاهلي اللي هو هيبقى نازل برضه هدفه على الفوز؟ فانا ما حسيتش ان لعيبه نادي الزمالك نازله عايزه تكسب. انا النهارده ما شفتش احمد سيد زيزو خالص، ما شفتش، وكذلك سيف الدين الجزيري، وكذلك برضه نقطه خط النص بتاع بتاع نادي الزمالك اللي كان مكون من 3 لعيبه اللي هم عمرو السيسي ودونجا وامام عاشور. انا بعتذر بس عن الصوت علشان عندي برد. بس انت عندك ال3 لعيبه دولت، ها، انت ممكن تشيل واحد منهم، او بالاخص من الاتنين اللي هم عمرو السيسي او دونجا، ممكن تحط لاعب تاني يكون عنده دوافع هجوميه احسن من كده، وتستغل ان انت يبقى عندك 2 متحررين لقدام واحد ثابت يغطي وراهم. على عكس النادي الاهلي، هتقولي النادي الاهلي كان عامل برضو نفس الطريقه يعتبر، لو احنا هنعتبر ان دور محمد مجدي قفشه هو نفس دور امام عاشور. بس انت عندك في النادي الاهلي هتلاقي دايما واحد ثابت، هتلاقي التاني حتى لو هو ديانج او حمدي فتحي هتلاقيه بيتقدم تاني، هتلاقيه بيتقدم وبتتحول برضو لل4-3-3. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ ان نادي الزمالك مفيش لمحه تكتيكيه انا اقدر احددها على نادي الزمالك. ما عندوش السكواد الكامل ما عندوش السكواد الكامل
اللي هو يعتمد عليه، اللي هو يكسب بيه بطولة دوري. يعني اعتماد نادي الزمالك كله النهارده كان على الركنيات، والتسديدة ما اقدرش اقول عليها ان هي واخد منها تعليمات، لان ما شفتش برضو تسديدات كتيرة من لعيبة نادي الزمالك. والاعتماد كله على ان امام عاشور بيبقى عنده افراط زيادة قوي في المهارة، ان هو بيستلم الكورة ويعدي من واحد واتنين، وكان الخيار برضو ان هو يعدي من التالت. مفيش حاجة تكتيكية من نادي الزمالك كبيرة بتحصل سواء في الماتشات اللي فاتت او حصلت النهاردة في ماتش النهاردة. انما لو احنا جينا على الجانب التاني، مارسيل كولر، فمارسيل كولر كان نازل عايز يهدي رتم المباراة، مش عايز الزمالك يدخل احداث المباراة، مش عايز لعيبته تلعب ند بند مع لعيبة النادي الاهلي. ودوت اللي بان في بطء بناء اللعب في النادي الاهلي في الشوط الاول. انت عندك الشوط الاول كان اللاعب بيستلم عنده خيارات ان هو يلعب تمريرات حاسمه، يعني تمريرات بينيه تخلص من الاخر. ما كانش بيلعبها، وكان بيفضل ان هو يبني بناء هجمه بطيء. ليه؟ علشان لو هو لعبها هيخلي نادي الزمالك يبقى عايز يدخل في المباراه وعايز يبقى ليه شكل. ودوت اللي نجح فيه مارسيل كولر. فمارسيل كولر على قد ان هو برضه ما كانش عامل رتم عالي للمباراة، وما كانش نازل محسس نادي الزمالك ان هو عايز يضغط ضغط عالي، فهو برضه في نفس الوقت كان عايز يخطف هدف في الشوط الاول، زي ما احنا ما متعودين على مارسيل كولر من اول الموسم، من اول ما ابتدى مع النادي الاهلي. فمارسيل كولر زي ما انا قلت لك بيبقى معتمد ان هو يسجل هدف مبكر، واللي دوت احنا شفناه سواء في فرصة كهربا او في فرصتين ثلاثة كمان في الشوط الاول. واللي دوت اللي هينقلنا للريتم البطيء اللي هو عمله، وبالتالي في الشوط الثاني خطف الهدف. ولما خطف الهدف الاول للنادي الاهلي واللي سجله كهربا، ما لقيتش ردة فعل من فيريرا تدل ان هو عايز يرجع للمباراة ويسجل هدف التعادل. فانت عندك مين على الدكة تقدر تنزله؟ مين؟ ايه هي بقى طريقة اللعب اللي هو مثلا انت بتقول لعيبتك في محاضرة قبل المباراة او في الطبيعي اصلا اللي هو من اول الموسم، لان ديت لعيبتك وانت المفروض عارفها وهم عارفينك، تقول لهم احنا اول ما بنبقى متاخرين في النتيجه مش عارف دوت بيفتح على الخط ودوت بيفتح على الخط، وبنضغط بقى وبناخد الكره التانيه وبنعمل وبنساوي ويبقى في تسديدات ونعمل عرضيات ومش عارف مين يضم كراس حربه تاني. مفيش الكلام دوت في نادي الزمالك. انا ما شفتش حاجه خالص في نادي الزمالك النهارده طوال المباراه. ما تزعلش مني، شيكابالا مش هينزل، ما يقدرش ينزل يعمل حاجه لنادي الزمالك، يعني مش هو البديل. مش هو البديل اللي هو ينزل من نادي الزمالك، لان انت تقول ان هو يسجل هدف واتنين او يعمل تمرير حسام، ايوه هيبقى خطير، بس مش يعني عامل السن بيفرق برضه. وكذلك محمد عبد الشافي برضه، محمد عبد الشافي كبر في السن جامد، وما يعني خلاص بقى مفيش داعي لاستبعاد فتوح اكتر من كده. يعني كفايه انت ما دام انت محتاج اللعيب خلاص بقى، يعني عارفين الليله كلها وعارفين اللي حصل خلاص بقى يعني يا عم سيبه يرجع بقى، او كنت تلعب باي لاعب تاني، مش شرط محمد عبد الشافي اللي ما قدرش يكمل المباراة اصلا. يعني احنا لولا ان احنا بنتكلم ان حسين الشحات النهارده ما كانش فايق الفوقان بتاع الماتشات اللي فاتت، كان ممكن يعمل جبهة جامدة قوي، يعمل شغل عالي قوي على محمد عبد الشافي. بس ولعلمكم انا اكتر لعيب بحبه في نادي الزمالك هو محمد عبد الشافي. بس هي المشكلة في النادي الاهلي ان انت ما عندكش، او مارسيل كولر تقريبا هو اللي كان حفظه لعيبته ان هو مش عايز يعمل شغل تكتيكي كبير علشان الفرق اللي هيلعبها في كاس العالم للانديه، وبالاخص اوكلاند سيتي اللي هو ايه، قال انا بتابع ماتشات الاهلي من ساعه ماتش الاهلي والمصري. فما ينفعش اللي هو برضو ايه، بحس ان هو ما يكشفش اوراقه لاوكلاند سيتي والمدير الفني بتاعهم. فالنقطة التكتيكية الوحيدة النهاردة من مارسيل كولر هي تقدم حمدي فتحي كراس حربة تاني بجوار كهربا. وديت اللقطة ديت احنا ما شفناش في الماتش دوت بس، احنا شفناها في الماتشات اللي فاتت كلها، سواء بتقدم بغض النظر بقى عن ان انت بتقول ديانج وحمدي. احنا لما كان بيلعب ديانج والسولية كنت بتلاقي السولية هو اللي بيضم كراس حربة تاني، كنت بتشوف السولية في اكتر من وقت بيضم نفس الضمة. يعني في كرة كان لعبها حسين الشحات لعمرو السولية في ماتش ايه اللهم صل على النبي، في ماتش المصري تقريبا. عمرو السولية كان قاطع على ال 18 كده وكرة شاطها، وكرة تانية برضو عمرو السولية كان قاطع كده وصل للخط ولعب العرضية لورا وبرضو ما ظبطتش. النهارده حمدي فتحي عملها وراح كان وصل لحد خط المرمى من عند صندوق ال 18 كده من ناحية اليمين، بس ما لحقش الكورة.
وكذلك في الهدفين برضو اللي هو كان بيضم كراس حربة تاني. فديت تعليمات من المدير الفني، ومش في المباراة ديت بس. يعني مارسيل كولر ما نزلش قبل المباراة قام جاي قايل ايه قام جاي قايل ايه انا عايز حمدي فتحي يضم لي كراس حربة تاني. ما قالهاش ولا قبل المباراة ولا قالها ما بين الشوطين، هو محفظها للاعيبته. واللي هي هنا اللي انا بتكلم لك عليها هي منظومة. يعني النادي الاهلي دلوقتي مع مارسيل كولر بيعتمد على منظومة، يعني منظومة اداء لعب. اول حاجة، مفيش لاعب اساسي. النادي الاهلي ما فيهوش لاعب اساسي. اللاعب اللي هيأدي في التمارينات، اللاعب اللي هيأدي في المباريات، اللاعب اللي هيلتزم، هو يعني اللي هيقوم بالثلاث حاجات دولت هو اللعيب اللي هيضمن مكانه في التشكيلة الأساسية. ده غير برضو أداؤه في قلب الملعب، لو هو مش مركز طبعا هيطلع. فدوت فديت نقطة من في مارسيل كولر. يعني انت عندك برون سافيو غايب، عندك محمد عبد المنعم غايب، محمود متولي غايب، ياسر ابراهيم غايب، اكرم توفيق غايب. عندك مين تاني؟ ما عندكش باك شمال اصلا بديل، علي معلول. عندك في خط النص عمرو السولية غايب. ده غير ان حمدي فتحي كان احتمال ان هو ما يلعبش اصلا المباراة من البداية. ده غير ان انت عندك صفقات كتيرة جديدة، اللي هو مثلا مروان عطية او خالد عبد الفتاح. ما تقدرش تقول ان هم دولت اللعيبه اللي انت تنزلهم من على الدكه، او لعيبه لسه جايه اساسيه اللي انت بقى تعتمد عليهم وتحاسبهم زي ما بتحاسب بقيه اللعيبه. وعندك كمان طاهر كان غايب ولسه راجع. وعندك يعني انت عندك في كل مركز لاعب غايب او اتنين. فاللي هو انت كمارسيل كولر هو عامل منظومه من اللا شيء حرفيا. يعني مارسيل كولر عنده تيم بتلاقيه بينزل لك لعيبه من على الدكه بتحدث الفارق. ودوت اللي احنا شفناه مثلا في الماتش اللي فات. انت عندك كريستو نزل في الماتش اللي فات، واللي هو انا برضو ما اقدرش احدد عليه اقول مثلا كلام او احدد مستوى اداؤه الطبيعي من كريستو. بس انت عندك مثلا كريستو لما نزل، اول لما نزل هتقول مثلا ان هو اناني شويه. لا، هو مش اناني، هي حكايه ان انا لازم أن اكون طماع. ما لو هي مشيت معايا وعديت من واحد واتنين وجات لي زاويه اللي انا اشوط، ليه ما اشوطش واسجل هدف ويبقى هدف عالمي. والنقطه السلبيه في لعيبه النادي الاهلي هي نقطه ايه؟ ان انت عندك اللعيب مش معنى ان هو يستلم الكرة بقى ويخلص ويطلع الكرة ان هو بقى اللهم صل على النبي اللي هو يبقى كريم قوي بزيادة. مش معنى ان انا رايح انفراد وجنب زميلي ان انا لازم انا ابصيها له علشان تبقى فرصة تسجيل الهدف نسبة عالية. يعني في ماتش الاهلي والمصري، قفشه كان رايح انفراد بصاها لحسين الشحات مع انه كان ممكن هو اللي يخلص. فانا هنا عايز انانية، اللي هو ايه؟ اللاعب جات له فرصه سدد وخلص يا باشا. انت مش هتجيلك الفرصه ديت تاني. انت لازم يكون عندك نوع من الطمع، نوع من الانانيه لصالح الفريق طبعا. يعني انا مش بقول لك كده اللي هو يكون طماع واناني في كل مره. فكريستو نزل الماتش بتاع اللي فات بتاع سموحه، الركنيه ملعوبه له، خدها وجري بيها وانطلق وعدى من واحد واتنين. وكان طبيعي ان هو طمع فيها وكان عايز يشوطها. وكرة تانية برضو عدى من واحد واتنين وشاطها بس طلعت بره. مع ان هو خيار ان هو كان يفتح الملعب الناحية الشمال. مش عارف كان مين اللي فتح على الخط، مش فاكر الصراحة. كان خيار افضل للباص عن ان هو يسدد. بعتذر للتعب، انا تعبان جدا حرفيا. انما لو احنا جينا لتقييم لعيبه نادي الزمالك، فلاعيبه نادي الزمالك النهارده ما كانش حاضره في احداث المباراه زي ما انا ما قلت لك. يعني احمد سيد زيزو ما كانش موجود، وسيف الدين الجزيري ما كانش موجود، والمسلوسي ما عملش حاجه برضه في المباراه. يعني ما فيش لاعب في نادي الزمالك تقدر تقول ان هو عمل مباراه مميزه او ابدع في المباراه. على عكس النادي الاهلي، لو انت بصيت على كل عنصر بغض النظر عن الفوز، انت عندك النادي الاهلي الشناوي شايل كوره خطيره قوي من دونجا. عندك علي معلول قدم مباراه مميزه كأداء علي معلول، اللي هو اصلا ايه بيقدمه على طول، ده الطبيعي بتاع علي معلول. عندك محمد هاني اللي مارسيل كولر برضو. ولو احنا رحنا نرجع تاني بس لمارسيل كولر ثانيه، ان هو مدير فني عارف مميزات لعيبته، وعارف امتى يحط اللاعب الصح في المكان الصح في الوقت الصح، امتى يعرف يخرج كل مميزات لعيبته في الوقت اللي هو عايزه في المكان اللي هو عايزه. يعني شفناه قبل كده اتعامل مع حسين الشحات، وان هو حوله من حسين الشحات اللاعب اللي هو مش بيقدم حاجة للنادي الاهلي خالص، لحسين الشحات اللي هو ظهر في المستوى اللي فات ده. هو اللي ظهر طاهر محمد طاهر سواء في ماتش الاهلي والزمالك بتاع السوبر، شفناه النهارده مع كهربا. فاللي هو مارسيل كولر عارف
عارف مميزات لعيبته. انا عندي محمد هاني رجليه تقيله على المرمى وبيعرف يسدد، ليه لما بيوصل عند بوزة 18 ليه ما يسددش؟ فمديله تعليمات ان انت بقى اول ما توصل من هنا وتلاقي مكان العرضيه مقفول او الباص مقفول وعندك اتاحة فرصة ان انت تسدد وتسجل هدف، سدد على طول، ما تترددش، خلاص بقى يعني انت وصلت لمرحلة انت شايف الجون ومستعد للتسديد، ليه ما تشوطش؟ حاجة تانية ان هو اكتشف ان خالد عبد الفتاح عنده هدوء ويقدر يلعب قلب دفاع، ما خلاش محمد هاني هو اللي يلعب قلب دفاع وخالد عبد الفتاح هو اللي يلعب باك. فديت نقطة إيجابية تانية. نقطة إيجابية تانية إن هو ما حرقش مروان عطية من أول الماتش، لأن الماتش دوت لا قدر الله لو كان حصل فيه حاجة كان مروان عطية كان هيتحرق لجمهور النادي الأهلي. فزي ما أنا ما قلت لك مارسيل كولر بيعرف يكسب لعيبته. حاجة تانية إن هو نزل محمد شريف كبديل، واللي كافئه وسجل هدفين، واللي احنا عارفينه طبعا إن محمد شريف بيعرف يلعب ماتش الأهلي والزمالك وبيعرف يسجل أهداف فيه كمان. فتكملة للكلام اللي احنا كنا بنقوله، مارسيل كولر بيعرف يكسب لعيبته وبيعرف يوظفهم صح وبيعرف ياخد منهم اعلى وظيفة او اعلى تعليمات او اعلى اداء من كل لاعب. وزي ما انا ما قلت لك احنا شفناهم في لعيبة امثال كتير. حاجة تانية، انا كنت عايز اشوف كريستو ينزل كبديل يستغل بطء محمد عبد الشافي دفاعيا. فمحمد عبد الشافي زي ما احنا قلنا عارفين ان هو بطيء بسبب السن وما بقاش لاعب عنده اللياقة اللي هو يفضل لو هو عليه لاعب شاب زي كريستو اللي هو سريع ومهاري ان هو يعمل عليه خطورة. فانا كان نفسي اشوف كريستو. عندنا ايه تاني؟ بس كده هو دوت اللي كان عندنا عن مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري. وخلينا بقى نروح لنقطة حقيقة ظهوري على شاشة اون تايم سبورت مع المراسل محمد طه. وهل كان فيديو المصري الاهلي والمصري كان اخر فيديو ليا على القناة؟ فخلينا نبتدي من فيديو الاهلي والمصري. الحقيقة فيديو الاهلي والمصري كان بنسبة كبيرة كان هيبقى اخر فيديو ليا على القناة، بسبب اللي انا طالب عندي امتحانات وكنت تعبان. وغير كده انا بصور بالتليفون وبتعب جامد قوي في التصوير بياخد مني وقت. يعني مثلا الماتش يوم الخميس الفيديو بينزل يوم الجمعة بالليل او يوم السبت، وكمان ساعات بتوصل السبت بالليل. بس انا مبسوط من التغطية اللي انا عملتها في كاس العالم، وسعيد بالمونتاج اللي انا كنت بعمله في الماتشات اللي فاتت في الفيديوهات اللي فاتت، باستثناء فيديو الاهلي والمصري واللي انا كنت برضو تعبان فيه فما قدرتش اعمل المونتاج الكبير. فهو انا كنت قررت، وان التليفون بيتعبني برضه في التصوير، بصور بيه مرة واتنين وتلاتة، مرة صورة مش مظبوطة، مرة الصوت مكتوم اصلا مش طالع، مرة تالتة يفصل مني في نص التصوير. فاللي هو انا كنت يعني ايه، يعني الفيديو كان بيبوظ وكنت بلصمه كده حرفيا علشان اطلع لكم الفيديو في الاخر. فانا كنت قررت ان انا خلاص بقى كده اكتفي بهذا الامر. ولحد ما جت رسالة واللي هي بقى النقطة التانية حقيقة ظهوري على شاشة اون تايم سبورت. انا عضو في نادي المطرية، فعلى الجروب عادي فلقيتهم كاتبين شاشات اون تايم سبورت هتيجي تصور مباراة الاهلي والزمالك في نادي المطرية. فانا كان ورايا محاضرة، انا قريت الرسالة ديت، يعني والدي هو اللي قراها وعرفها. انا عرفت الرسالة ديت قبليها قبل ما انزل محاضرتي، انا محاضرتي في المعادي. فيا دوبك اللي هو رحت متجالي انا هروح وارجع على نادي المطرية اشوف الدنيا فيها ايه. المهم انا دخلت نادي المطرية اصلا ما لقيتش ولا كاميرات ولا لقيتهم قاعدين، فجالي خلاص بقى خلينا نقعد نسمع الماتش وخلاص ونمشي. فيعني وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فيعني الحمد لله. فاللي هي ديت انا حسيت ان هي علامة من ربنا، فعلشان كده انا عملت الفيديو. وان شاء الله الخير في القادم ان شاء الله. والحقيقة كلمتين بس كده في حق المراسل محمد طه وفريق العمل اللي كان معاه بالكامل. هما ناس متواضعين جدا 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 جدا. يعني ما فيش طفل صغير طلب ان هو يتصور معاه صورة الا وتصور معاه وجبر بخاطره. ده غير كده ان هو راجل محترم جدا جدا جدا، وانا شايفه كان قاعد على الترابيزه اللي جنبي بيسمع الماتش. فاللي هو يعني ان شاء الله تكون بقى مرحله قادمه او بدايه قادمه ان شاء الله لحاجه اعلى بالنسبه لي، سواء في التحليل او في وجهات النظر او في اي حاجه يعني. وما خلاص بقى كده هو ده كل الكلام اللي عندنا.
كان معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة. ما تنساش ان انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتتابع حساباتي على السوشيال ميديا. وهو دوت كان كل اللي عندنا في فيديو النهاردة، بس كده، سلام. واتطور في الشوط الثاني، وبرده من مميزات مارسيل كولر ان هو بيعرف يقرا المباراه، وتغييراته طبعا بتبقى على طول فعاله، على عكس فيريرا اللي هو النهارده ما كانش قدم مباراه كبيره. وان شاء الله القادم احسن للكره المصريه كامله.